سلام على رسول الله إلى سيدنا محمد اللهم الجلالي تبارك الله والصلاة عليك يا رسول الله لا تقف النبي صلي عليه. خلاص يا جماعة احنا دخلنا في الجد خلاص، اللي فاتكم واللي جايكم تاني بدأنا في الطقوس المغربية، ودي أولى حلقات الطقس المغربي الفرح الطنجاوي. ان شاء الله باذن الله النهارده عندنا العرطه. العرطه اللي هي بتخرج عشان خاطر تعرض الناس او تعزم الناس، تمام؟ وانتوا طبعا كلكم معزومين على الفرح بتاعنا انا ومريم هتخش معاكم دلوقتي توريكم بقى الطقس الاولاني في طقوس الفرح اللي هو طقس العرطه، واشرحي لنا بقى وفهمينا الوضع ماشي ازاي. نجي نشرح لكم حنايا. ايوه بسم الله ان شاء الله. محببك الحاجه لطيفه العنا على راس العين. حاجه لطيفه العرطه ما شاء الله عليها يعني. كتعمل طقس من طقوس ديال طنجاوه اللي هي الشامل. اول نهار عندنا قبل ما يبدا العرس باسبوع مثلا كنعملوا هذا الشيء. كنخرجوا كيجي نضرب العروسه الحاجه لطيفه. كتعمل العرطه باش تخرج تعرض الناس العائله اللي يعني الناس الحباب الاهالي الخالات هذه كتقول لهم مرحبا بكم من عندنا. يعني حنا الام كتعرض الناس، تمام، كتقول الام مرحبا بهم معنا نهار فلان فلاني، يعني اليوم الفلاني في العرس او الحنه والنقيش والظهر. فبتعرضهم لمده 3 ايام او 4 ايام. بتقول لهم التاريخ واليوم والساعه وكل حاجه وبيجوا. تمام، فهي هتعرفنا على الطقوس اكيد. هي تمام. اتفضلي يا حاجه لطيفه. كنجيبوا الصينيه فيها ايوه ما شاء الله. نعملوا فيها حط الورد. ايوه الورد هكا ورده ما شاء الله. نعملوا ديال السكر قالب السكر. قالب السكر اللي انا اشتريته حاضر في كل المناسبات. الحليب اللبن الحليب. نديروا شويه ديال فاكهه الفاكهه ديال السكر والنعناع وشويه ديال الملحه. تمام. نديروا مزهر قرآن المصحف هنا ما شاء الله. ندير السبنيه ديال سويسه ديال سويسه السويسه. اوكي. كتطبخ الولاد اللي كبس كنشد بهم العرطه المغربيه. هذه العرطه المغربيه. طبعا العرطه المغربيه انا طبعا سالت كتير عشان خاطر ايه، بحاول ان انا بقدر الامكان ان انا اوثق الطقوس الطنجاويه الاصليه. تمام. فاول حاجه عرفتها بعد ما سالنا واستقصينا ان هي لازم اول شيء بيكون في العرطه. تمام. فانا ما كانش ينفع ان احنا نعمل فرح طنجاوي الناس من غير الناس كيعملها ونص ما في ناس في ناس استغنت عنها وفي ناس، بس احنا قررنا ان احنا نرجع بقى الطقوس الطنجاويه كامله مكمله. هادشي اللي قبل العرس هو اللي كيكون حلو، فهمت؟ بالضبط. تمام. والمفروض بعد كده بنعمل ايه يا ماما؟ هذه السبنيه سويسه كنرشوها بشويه ديال الزهر. ميه الدهر ما شاء الله. الدهر. ايوه كده خلاص عشان خاطر الناس تبقى عارفه ان انت جايه تعرضي. هذه بس كنخرجوا بها كنعرضوا بها الناس. بها الجيران. بمجرد انت لابسه السمنيه الناس بتبقى عارفه ان هي رايحه عشان خاطر تعرض بوكيه الورد. سلام على رسول الله إلى سيدنا محمد اللهم الجلالي تبارك الله والصلاة عليك يا رسول الله اسقف النبي صلي عليه الصلاة والسلام. الله يعطيك الصحة. ديال الملحة ديال السكر. وكنرشوهم على العروسة. نقراو عليها معوذات. اللهم صل على النبي صلوا على الهادي ما يشفع في هذه العبادة إلا محمدي سيدي وهي سيدي. نقراو عليها معوذات. تبارك الله صل على النبي. بعد كده باش نعملوا ده باش نعمل نخرج بقى عشان خاطر ايه نروح عند المعازيم. هناخد معانا بوكيه الورد ونطلع بقى معاكم ومعاها
كانوا نخرجوا من عند الجيران. بسم الله ما شاء الله. سلام على رسول الله إلى جاي سيدنا محمد اللهم الجلالي تبارك الله والصلاة عليك يا رسول الله. لا اشقي من النبي صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. بالخير. اللهم امين يا رب. سلام على رسول الله إلى جاي سيدنا محمد اللهم الجلال تبارك الله والصلاة عليك يا رسول الله. لا اشقي بالنبي صلوا عليه على الصلاة والسلام. اللهم امين. هنطلع دلوقتي رب يخليك يا ست الكل. فهنطلع دلوقتي عشان خاطر العرسة، هناخد بوكيه الورد وهنتوكل على الله عشان خاطر نروح عند المعازيم، صح؟ نعم. يلا بينا، يلا بسم الله. سلام على رسول الله إلى سيدنا محمد اللهم الجلال تبارك الله والصلاة عليك يا رسول الله. اشقي في النبي صلوا عليه على الصلاة والسلام. سلام على رسول الله إلى سيدنا محمد اللهم الجلال سيدنا محمد اللهم الجلال. سلام على رسول الله إلى سيدنا محمد اللهم الجلال تبارك الله والصلاة عليك يا رسول الله. لا اشقي بالنبي صلوا عليه. وصلنا عند اول ناس عشان خاطر نروح نعزمهم. طبعا مريم ما ينفعش تخرج من البيت بمجرد ما العروسه خرجت عشان خاطر تعزم، يبقى ما ينفعش العروسه تخرج من الدار. السلام عليكم ابتنا مريم ومحمود، مرحبا بك عندهم الفرح ديالهم، مرحبا بك عندهم، عمر عليهم، الله يعمر عليك، الله يعمر عليك، هيدا بدارك ان شاء الله، بيخليك الحبيبه ديالك، يقول لك مرحبا بك عندك، بيخليك الحبيبه ديالي، بارك الله فيك. الشهيدة سيدنا محمد الله مع الجلالي. كرحبوا بك مريم ومحمود، مرحبا بك عندهم فرحة ديالهم ان شاء الله، عمر عليهم، الله يعمر عليك، هيدا بدارك ان شاء الله حبيبه ديالي، يخليك، بارك الله فيك. إلى سيدنا محمد الله مع الجلالي تبارك الله والصلاة عليك يا رسول الله. اشقي في النبي صلوا عليه، الله يكمل بالخير والله يدوم لكم، الله يجيب لكم التيسير. صافي يا جماعه، الحمد لله دي كانت نبذه بسيطه، يعني عدينا على ناس عشان خاطر نوريكم الطقوس. المفروض طبعا العرطه بتلف طبعا على كل المعازيم اللي بيجوا في الفرح، صح يا حاجه لطيفه؟ بتلف على كل المعازيم وبتبلغهم ان في فرحه في بيت فلان الفلاني، تمام، عند محمود ومريم، وبتعرفهم مواعيد الفرح والكلام ده كله. فاحنا بس حابين ان احنا نوريكم التفاصيل، وكمان هنخلي حاجه لطيفه تعرضكم انتم كمشاهدين او تعزمكم يعني. السلام عليكم مجموعه محمود ومريم، كيرحبوا بكم، كنقول لكم مرحبا بكم عندهم فرحه ديالهم ان شاء الله، عمروا عليهم، هما غادي يقولوا لكم النهوره ديالهم، غادي يقولوا كلشي مرحبا بكم من عندهم مريم ومحمود، يرحبوا بكم. يا ميت اهلا وسهلا، يسلم تحياتي. خلاص يا جماعه كده يكون خلص الفيديو بتاعنا، وان شاء الله باذن الله انتظرونا في السلسله، سلسله العرس المغربي الطنجاوي
كامل مكمل زي ما بيقول الكتاب، زي ما بدأنا الفيديو وقلنا. ان شاء الله باذن الله هتشوفوا اجواء مختلفه. العرس المغربي معروف بكل التفاصيل بتاعته، بس ما حدش عرضه قبل كده، فاحنا قررنا ان احنا نعمل له كده ايه وثائقيا، ان احنا نعرض كل التفاصيل بتاعه العرس المغربي. هتحضروه معانا كلكم كمان معروضين، ونشوفكم ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي.